أهلا بكم أبدا في كل ثانية، ما هبت الريح أو ما جادت السحب، تحية كنسيم الروض أبعثها، ما سطر الحبر أو ما دونت كتب. نستأذنكم لسماع كلمة راعي الحفل الشيخ حميد بن محمد الوذناني، يلقيها نيابة عنه ابنه الأستاذ تركي بن حميد الوذناني. الحمد لله رب العالمين، الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه، الكافي من تحرى رضاه. نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحابته. ضيوفنا الأفاضل، أحييكم بتحية الدين القويم وعلى هدى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحتفل هذا المساء بأعياد ثلاثة، أولها أن من الله علينا بنعمة الأمن والأمان في هذا البلد المبارك تحت ظل حكومة كريمة دستورها القرآن وشرعها الإسلام. أدام الله نعمته علينا وأمد قائدنا خادم الحرمين الشريفين وإخوته الكرام بالصحة والعافية. وثاني الأعياد فمرضاة رب العباد، قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. فالحمد لله والشكر له وحده أن من الله علي بالشفاء بعد حادث الأليم. أما ثالث الأعياد فاتباعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فالشكر كل الشكر لمن تعنى وحضر، ومن سأل عنا وانتظر، وحتى من أبدى عذره واعتذر. فأنتم أهل العزة والكرامة والنخوة والشرف والشجاعة والمروة. أجبتم الداعي وأيدتم المساعي وأعدتم من للود ساعي. فهذا هو ديدن العقلاء ومبتغى الشرفاء، وهذه عادة كرام ومنهاج وئام وميثاق سلام. وهبنا الله وإياكم التوفيق وهدانا إلى سواء الطريق، فحياكم الله وأحياكم، وللأمة ذخرا أبقاكم، ولفعل الخير سدد خطاكم. فمرحبا بالأرحام والأصحاب والأقراب وكل عزيز لدعوتنا أجاب. مرحبا بكم عداد السيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.